one species turn into another? How is it that we find ourselves surrounded by such complexity, such elegance? ازيكم؟ هل يتعارض التطور مع الدين الإسلامي؟ وما موقف العلماء المسلمين قديما وحديثا؟ مبدئيا كده النظرية لا تناقش ما إذا كان الإله موجود أو لا. التطور لا علاقة له بالأسئلة الوجودية والفلسفية والغيبية. التطور نظرية مجردة لا علاقة لها لا بالدين ولا بالإلحاد. التطور وعلمائه ما عندهمش أي مشكلة مع الأديان. التطور كمان لا يناقش كيف بدأ الخلق ولا يناقش نشأة الخلية الأولى. ده مبحث آخر له علمائه وله نظرياته. التطور ببساطة هو يناقش الانتواع اللي بين الكائنات وبيدرس العمليات التطورية اللي أنتجت التنوع الحيوي اللي موجود على الأرض، وإن كل الكائنات الحية اللي عايشة دلوقتي ليها أسلاف مشتركة منقرضة من ملايين ومليارات السنين. التطور مفهومه إن الكائنات بتتطور، أي بتتغير صفاتها البيولوجية عبر الأجيال. النظرية الداروينية بقى بتدرس إزاي الكائنات دي اتطورت، بتدرس كيفية التطور وآلياته اللي هي الانتقاء الطبيعي natural selection والتكيف والطفرات الجينية. وأنا في الحلقة هنا مش هفصل قوي في التفاصيل العلمية للنظرية. من أول يوم طلع فيه داروين بنظرية التطور، وهي علاقة استغراب واستهجان من علماء الدين وبالذات الدين المسيحي، ولقت كمان استغراب ما بين علماء الأحياء في الوقت ده. المسيحيين دول كان عندهم اعتقاد من خلال نصوصهم الدينية إن الكائنات كلها نشأت بشكل مستقل وإنها لم تتطور. طيب نخلي بالنا هنا من حاجة مهمة جدا. داروين ومن بعده كل علماء البيولوجي لم يضع النظرية الداروينية بناء على أي اعتقاد فلسفي أو ديني عنده. داروين وضع نظريته بناء على ما شاهده في الطبيعة ومن ما جمعه من حفريات خلال رحلة بحثه. داروين كان ربوبي ومؤمن بوجود الإله، وهو متربي تربية دينية أصلا، ولكن المؤمنين بالأديان بيعتمدوا على النص الديني كمرجعية لتفسير الخلق والحياة. طيب ده كان ممكن يكون الحال قبل اكتشاف العلوم الحديثة وقبل بناء المنهجية العلمية التجريبية، يعني قبل داروين وأبحاثه. احنا ما كانش عندنا تفسير واضح لكيفية نشوء الكائنات الحية، فكانت الناس بتعتمد على النصوص الدينية وعلى أقوال الفلاسفة في تفسير هذه الأمور. كذلك الحال في كل الظواهر الطبيعية. ولكن بعد تطور العلم والمنهجية العلمية ده ما عادش ينفع. وخلينا ندي مثال كده على موضوع الأرض المسطحة. المتدينين كان عندهم اعتقاد ان الارض مسطحة وان هي مركز الكون. في الوقت ده ما كانش فيه اي مرجعية علمية تقول لنا اذا كانت الارض مسطحة ولا كروية، فالناس فسرت النصوص الدينية على هذا النحو. والمشكلة دي احنا لسه عايشين فيها لحد النهاردة. في مسيحيين كتير في الغرب لحد النهاردة مصرين ان الارض مسطحة. عندنا كمان في المجتمع المسلم مسلمين كتير عندهم نفس الاعتقاد ان الارض مسطحة، برضو بناء على ايات موجودة في القرآن. غالبا كمان معظم الناس اللي عندهم ايمان بان الارض مسطحة هم كمان عندهم ايمان ان نظرية التطور خرافة، فدي ناس ربنا معاها يعني. الناس دي بتعمل حاجتين. اولا بيدعوا ان في مؤامرة كبرى من العلماء لاخفاء حقيقة ان الارض مسطحة، نظرية المؤامرة. مش بيكتفوا بس بالتأويلات الدينية، لا ده بينتقدوا فكرة ان الارض كروية بشكل يبدو علمي، وبيقدموا اطروحات تبدو علمية لدعم نظريته. طبعا كل ده سودو ساينس، علم زائف يعني. وبرضو التصميم الذكي او قصة الخلق هي مصنفة علميا برضو كعلم زائف. هم هنا متمسكين بتفسيراتهم الدينية الكلاسيكية اللي فهموها من النصوص. ده بقى بالظبط اللي بيحصل دلوقتي مع نظرية التطور، وبيعملوا برضو نفس الحاجات. النصوص الدينية غالبا بتكون حمالة أوجه ومجازية وغير مباشرة. يعني احنا كده في العصر الحالي من غير اي نصوص دينية فاهمين كويس جدا ان الارض كروية، ولكن الناس من 1000 سنة ما كانش عندها هذه الرفاهية العلمية اللي عندنا النهاردة. المثال ده بيوضح لنا العلاقة ما بين العلم وما بين الدين. طبعا المؤمنين بنظرية ان الارض مسطحة وان نظرية داروين خرافة ومؤامرة بياخدوا الدين كند للعلم وبيحطوه في موقف صدامي. هم رافضين تحكيم العلم على الدين، شايفين ان ده تعدي على النصوص الدينية، انها تخضع لتفسيرات علمية. والحقيقة ده مش تعدي على الدين ولا حاجة. هو اصلا الدين زي ما قلنا لا يناقش التفاصيل العلمية، وهي في الاخر كتب روحانية
لكن الكتب الدينية ومش مطلوب منها انها تقدم لك تفسيرات علمية على كل الظواهر الكونية. العلم يا جماعة مش بيعدل على النصوص الدينية ولا بيتدخل فيها ولا هو حكم عليها ولا له علاقة بيها أصلا. العلم والعلماء في حالهم بيتبعوا المنهجية التجريبية في إنتاج العلوم. خلي بالنا برضو إن المنهجية العلمية دي هي منهجية واحدة في كل العلوم مش في التطور بس. طيب نسأل سؤال، في حال لو تعارضت الحقائق العلمية مع النصوص الدينية بشكل مباشر وصريح، ده معناه إيه؟ إحنا هنا قدام 3 خيارات ملهمش رابع، إما إن التفسير خاطئ، وإما إن النصوص الدينية دي محرفة، أو إنها نصوص بشرية من الأساس. فمثلا عندنا بعض الأحاديث النبوية بتتعارض بشكل مباشر مع الحقائق العلمية. عندنا مثلا حديث بيقول إن سيدنا آدم كان طوله 60 ذراع، يعني تقريبا بيقدروها ب20 متر. ده برضو كلام علميا مرفوض. ما اكتشفناش إنسان بالهيئة دي في كل طبقات الأرض بالعقل كده. الحديث ده لو صح كان المفروض اني الاقي اثار هذا الانسان في طبقات الارض ويبقى عندي في السجل الاحفوري. الصورة دي يا جماعة المتداولة دايما للتدليل على ادم وقوم عاد وثمود، الصورة دي فيك يا جماعة، صورة مزيفة اساسا، وكل الصور اللي موجودة على النت بالشكل ده هي صور مزيفة. عندنا مثلا من العلماء المسلمين الجاحظ عمل كتاب اسمه الحيوان، ده تقريبا اول فيلسوف مسلم يتكلم في الموضوع. عندك برضو ابن خلدون وابن سينا، كل دول اتكلموا في التطور بشكل ما حتى لو كان بسيط، يعني زي ما قلنا ما كانش فيه ادوات علمية وقتها. الامام محمد عبده قال ما عندناش مشكلة اننا نأول النصوص الدينية ان صحت نظرية التطور. في الوقت ده النظرية كانت لسه في طورها الاول كفرضية ولم تثبت علميا بعد. وبس يا سيدي، شكرا جدا للمتابعة، استفتي عقلك، سلام. We are surrounded by endless forms, most beautiful, most wonderful. Evolution, the greatest show on earth. There is grandeur in this view of life, most beautiful, most wonderful. Evolution, the greatest show on earth.